صباح الفل على احلى اخوات في الدنيا. فيديو جديد فين؟ عند استاذ تامر وجيه في الازهر. من الهيئه اللي ورايا كده تعتقد ان انا اصلا مش عند استاذ تامر، لكن هو ما شاء الله ما شاء الله ده المكان الجديد اللي افتتحه. ده كان مول بقالنا فتره طويله بنجهز ليه عشان ينقل فيه كل الشغل بتاعه. ده مش معناه ان الافرع بتاعته مقفوله، لا، كل الافرع بتاعته مفتوحه زي ما هي، لكن ده فرع جديد هتلاقوا فيه التشكيل كله. يعني احنا نقلنا بس من الفرع اللي جوه اللي انا كنت بصور لكم فيه التبراك والصنف الجديد اللي هو كان الاسباني والعمريه، البورصه المفتوح والمقفول، كل ده هتلاقوه هنا في المول من الاخر. كل الخامات هتلاقوها موجوده هنا، من اقل خامه لاعلى خامه تامر بيشتغل فيها هتلاقوها هنا في المول ده. مش بس كده، هتلاقوا دايما هتلاقوا في المول من تحت اول فرع خالص هتلاقوا فيه الستاير. ده صنف جديد هو ضافه للمكان علشان تيجي تلاقي كل طلباتك موجوده في المكان. هنا هتلاقوا موجود فيه ستاير، قماش تنجيد، قماش الركن والانتريهات، كل الحاجات اللي بتخص شغل مكرميات كده وشغل ديكورات، حاجات بسم الله ما شاء الله فوق الوصف. تعالوا بقى نشوف المول، وعايزه كلكم تباركوا له تحت في التعليقات في اول تعليق مثبت، وتدعوا له دعوه حلوه، وانا كمان بدعي له ربنا يبارك له يا رب ويجعلها فتحه خير عليه. فتعالوا بقى نلف الكاميرا ونشوف كل التشكيل اللي موجود عند استاذ تامر هنا في المكان. وبعد كده ان شاء الله انا هاخدكم جوله كده في المول من فوق لحد تحت بكل الادوار بالخامات اللي موجوده فيه. جوله على السريع كده، هيبقى فيديو عشان اقدر اجيب لكم كل اللي موجود في المول في فيديو واحد. بعد كده هاخدكم بالتفصيل على الستاير باسعارها بالخامات بكل التفاصيل دي، بقماش الركن والانتريهات اخدكم فيديو لوحده. وبعد كده اطلع الدور الثاني اخده فيديو لوحده كده عشان اقدر افرد لكم واوريكم كل القماش، عشان لو انت اول مره بتشوفيني يبقى انت برضك عارفه الدنيا عامله ازاي عند استاذ تامر وجيه. يلا بينا نبدا الفيديو. بس لو اول مره بتشوفيني ما تنسونيش في لايك وشير سبسكرايب وعلى الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. ويلا بينا ندخل على الفيديو. هناخد المول من اول دور كده ونطلع لحد اخر دور نشوف الدنيا فيها ايه. بصوا بقى، انا يعني الفيديو ده انا حتى ما فيش حد معايا عشان خاطر اصور براحتي، كله يعني مش هصور اسعار، مش هصور اسماء خامات، مش هتكلم في تفاصيل اي حاجه غير ان انا هفرجك على المول واعرفك ايه الخامات اللي موجوده في المول وايه الاشكال اللي هم حاطينها والانواع والاصناف اللي مدخلينها معانا في المول. تعالوا بقى مع بعض كده نشوف. ده كده ستاير، طبعا ولا هنفرد في الفيديو ده ولا هنقول اسعار ولا اي تفاصيل من التفاصيل دي خالص. هي الفكره كلها في ان انا هلف بيكم كده معاكم في المول تشوفوا المكان عامل ازاي، وتشوفوا كمان خامات الستاير. ده كده مكان كمان للاستضافه، بحيث ان انت لو حابه تقعدي وتختاري براحتك مفيش اي مشكله. طافيه المراوح وطافيه القران وطافيه كل حاجه عشان خاطر الصوت يبقى واضح بالنسبه لكم، الدنيا تبقى رايقه ما شاء الله. اجمل حاجه عجباني هنا في الفيديو ده عموما ان انا بصور والدنيا رايقه حواليا، مفيش اي حاجه تعمل وش في الفيديو او تحس ان انتوا مش سامعيني كويس. بصوا بقى المكرميات دي، المكرميات دي مش ديكور، دي للبيع، حاطينها كده تقدري تشتري منها عادي كل الاشكال اللي انت عايزاها. بصوا دي كمان مكرميات، دي حلوه قوي، بتبقى ورا السراير في اوضه النوم، بجد جميله تحفه. انا شفتها في كذا ديكور من ديكورات الغرف، تحفه. وكمان مع الالوان الملايات اللي هي اوف وايت وبيج وكافيهات، البنيات العسلي، كل الالوان دي بتبقى حلوه معاها. قماش ستاير زي ما انتم شايفين، وقماش تنجيد. مش ده بس كده القماش اللي موجود، تقدري كمان اي خامه واي ماتيريال انت عايزاه تطلبيه وهيوفره لك. انا عايزه اقول المكان لسه كمان فاتحينه، فان شاء الله قدام شويه ممكن تلاقوا كمان خامات وماتيريال اكتر من كده بكتير. بصوا الكتانات اللي طالعه جديده، الحاجات اللي هي ضد الميه. تعالوا بقى عشان مش عايزه اطول هنا اكتر من كده، ممكن اجيب لك بس المكان تاني من بعيد تشوفوا الستاير عامله ازاي. عايزه بس اوريكي ستاره هنا عجبتني قوي بجد، مش قادره اطلع من غير ما اوريها. الستاره دي في قمه الجمال، خصوصا في الشقق اللي بيبقى الانتريهات والركن فيها من الدرجات دي كده، تبقى حلوه قوي قوي بجد وبتبقى منطقه. تعالوا بقى نطلع السلم ونطلع نشوف الادوار اللي فوريكم كمان المكرميات وانا طالعه بالمره كده. التكييف بقى نطلع فوق نلاقي التكييف شغال. انا فصلت المراوح تحت، المراوح اللي فوق لما اطلع هفصلها لكم برضه عشان الصوت. بصوا الحاجات دي حلوه جدا جدا،
في الديكورات. ممكن افصل لي بس المروحه كده. انا طالعه على الدور ايه، الدور التاني. هنا بقى هنبدا من العمريه، من اقل سعر لاعلى سعر في العمريه. كل ما هنطلع لفوق كل ما هنطلع على الخامات الاعلى سعر. خليني بقى ابدا معاكم كده بالعمريه. ده عمريه ايه ام امل؟ من الاول كده، من الاول كده عمريه بورصه المقفول اللي هو ب85، واحنا بنلف كده هنلف على عمريه ب65 65 و63 اللي كنا دايما بنصورها معاكم في فيديوهاتكم، في الفيديوهات بتاعتنا. وكنت بقول لكم عليها دايما ان احنا عاملين عروض على العمريه بدل 70 65 و63. تعالوا نبدا كده في العرض من هنا. انا طبعا مش هدقق على الاشكال قوي لان انا هفرد معاكم الشغل ده كله، هنتفرج عليه كله بالتفصيل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. يعني الفيديوهات الجايه هيبقى فيديو الدور الاول على الستاير وقماش التنجيد واسعارها واسماء الخامات. في كمان هنا فوط اهو هوريها لكم دلوقتي. وبعد كده هندخل من هنا كده، فيها على فكره عمريه بورصه مفتوح من اول هنا كده. وبعد كده طب احنا كده فين بقى؟ احنا كده في الدور الثالث. انا صورت لكم الدور الاول والثاني والثالث، ده اخر دور بس مش اخر دور في المول. المول فيه كمان دور فوق بس ان شاء الله باذن الله يتعمر ويبقى فيه خامات اكتر واكتر. ده ايه بقى؟ ده الدور الثاني. هتلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه الميكروفايبر. ماشي، الميكروفايبر. وهكلمكم طبعا عن الخامات والماتيريال والقصه دي كلها في الفيديوهات المفصله، يعني كل دور لوحده. ده ايه بقى يا ام امل؟ ده لحد هنا ميكروفايبر، اللي في الوش ده كمان ميكروفايبر. هاخدكم برضو كده ايه لفه بسيطه عليه. بجد تشكيل ده بجد تشكيل الميكروفايبر ده بالذات كان مظلوم تحت بشكل رهيب في الورشه، في المكان اللي هو كان فيه الورشه. اكيد طبعا انتم متابعين ومتابعين فيديوهات وعارفين الشغل ده كان بيبقى محطوط ازاي. ما كانش بيبقى فيه واضح خالص. بصوا الرسمه دي من ساعه ما دخلت وهي خيلاني بجد.
رسم الرصاص اللي فيها القلوب دي، لان درجات القلوب اللي فيها درجات رايقه قوي، درجات الموضه. بصوا المول عامل ازاي من بره. ده كده الشارع اللي انت هتبقي جايه فيه من بره كده. المول في وشك على طول، هو اخر حاجه في الشارع، جنب منك على طول هنا كده هتلاقي الورشه اللي بيقفلوا فيها شغلهم. زي ما قلت لكم ده كله هصوره لكم فيديو مفصل. ودي اتواب اهي غير اللي في العرض. سيبك بقى من دي وتعالي للتقدم الرهيب. التبراج بجد ما كانش ينفع يترص غير بالشكل ده. التبراج ده ما كانش ينفع يتحط كده زي ما هو كان حاطه تحت في العرض، بجد كان ظلمه. تبراج قطن صافي 100% مستورد من تركيا، كان لازم يتعرض بالشكل ده. بصوا الجمال. تعالوا كده بقى من قريب، بجد رسوماته بانت. يعني حتى لو انا هاخد سكرين كده او هصور صور للعميل، او لو العميل عايز ياخد سكرين ويعلم لتامر على الشغل، فالله اكبر بجد. بصوا الرسومات دي الطبعه اللي فيها عامله ازاي. الرسومات ده على اوف وايت مش على ابيض، عشان محدش يتخيل ان الارضيه بيضه، الارضيه اوف وايت وفيها طبعات مختلفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده ايه مؤمل؟ ده قطن صافي 100%. طيب تبراج بس هنا اللي قطن صافي 100%؟ لا، في كمان خامه اسمها اسباني هرجع لكم ليها دلوقتي، لكن انا هاخدكم لفه كده في السريع على التبراج ده. فريدام الوان الساده كلها بجد هتلاقوها متوفره. بجد الله يبارك لك يا استاذ تامر، لان بجد يعني خليت عينينا حتى لو بنتفرج كفايه علينا ان احنا نتفرج واحنا نفسيتنا مرتاحه كده. واحد بجد نفسيته مرتاحه وهو بيصور، ما بالكم انتوا بقى لو اللي بتتفرجوا على الفيديو. بجد لو جيتوا المكان هنا وقعدتوا فيه هترتاحوا نفسيا من غير حاجه خالص، من غير ما تشتروا. تعالوا اشتروا تعالوا اتفرجوا، مش مهم تشتروا. نازله الازهر في اي وقت العتبه تجيبي حاجه، حاولي بصي بصه. التشكيل بجد حلو قوي، بجد قطن صافي. ده بقى ايه؟ ده الاسباني. الاسباني ده قطن صافي برضك 100%، لكن مش مختوم. يعني البورصل هنا هتلاقيه مختوم عليه ومكتوب عليه ميد ان تركي، قطن صافي 100% اهو. بصوا ميد ان تركي، قطن صافي 100%، فريدام فابريك. لكن هنا البورصل مش مختوم. رغم ايه بقى؟ رغم ان سعر المتر هنا 220 وسعر المتر هنا 210. مش عايزه اطول اكتر من كده الفيديو ده، لان الفيديو ده فيديو للمول كله من اوله لاخره. حبيت بس ان انا اوريكم اللي موجود في نظره بقى كده من بعيد اهو، تشوفوا المكان عامل ازاي ونظافه المكان، وقد ايه المكان مريح نفسيا، وقد ايه عينك هتيجي تتفرج بعد كده على القطن الصافي 100% وهي مرتاحه والدنيا واضحه بالنسبه لنا. لو عجبك الفيديو ما تنسانيش في لايك وشير، سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.